علشان تتابع الحلقة النهاردة بتركيز محتاج تصحصح معايا وتعمل فنجان قهوة. أنا ندى وده ندى توكس وده فنجان القهوة بطل حكايتنا. العالم قرر إن هو يحتفل بعشاق القهوة في يوم 1 أكتوبر من كل سنة، وبالمناسبة الحلوة دي قررت أجمع لكم شوية معلومات لذيذة عن القهوة. يلا نقول بسم الله. اتفق المؤرخين إن اكتشاف البن بيرجع لأثيوبيا، وكتير قوي من المؤرخين أكدوا إن اكتشاف شراب القهوة بيرجع للفقيه الصوفي علي بن عمر الشاذلي، وده كان في رحلة من رحلاته للحبشة، وهناك عرف شراب القهوة ونقله لليمن. بس خلاص انتوا عرفتوني وعرفتوا ان انا في كل حلقة لازم احكي لكم عن اسطورة. الاسطورة دي بتقول ايه؟ بتقول ان اصل زراعة البن في العالم بيعود لغابات البن القديمة على هضبة الحبشة، وده كان سنة 700 ميلاديا لما راعي غنم اسمه كالدي كان طالع بالغنم بتاعه على الجبل، وبعدين فجأة لاحظ ان في معزة بقت نشيطة زيادة عن اللزوم وشقاوتها زادت حبتين. بص عليها لقاها بتاكل من حبوب لونها احمر، ربط ما بين جنانها وشقاوتها والحبوب اللي بتاكلها، فحب ان هو يجربها، وبالفعل جربها وحس ان هو في قمة نشاطه. من ساعتها انتشرت حبوب البن دي على اساس انها بتزود التركيز والنشاط عند الانسان. بس زي ما قلنا دي اسطوره، لكن المؤرخين زي ما قلت لكم بياكدوا ان الفقيه الصوفي علي بن عمر الشاذلي هو المسؤول عن اكتشاف شراب القهوه. ولو بعدنا عن الاساطير، التاريخ بيقول ان اول من حمص حبوب البن هم المتصوفه في اليمن في القرن ال14 الميلادي، وبكده يبقى هم السبب في معرفتنا المشروب القهوة اللذيذ اللي احنا عارفينه دلوقتي. يبقى من أثيوبيا وعن طريق البحر الأحمر اتنقلت القهوة لليمن، وبعدها لبلاد فارس ومصر والشام وتركيا في القرن ال16، وبعد كده اتنقلت لأوروبا وبقت مشروب شعبي عالمي. طب أصل كلمة قهوة جه منين؟ أصلها كلمة عربية، والله كل حاجة قوية في العالم ده أصلها عربي، والاسم ده كان بيطلق على نوع من أنواع الخمر، هي من كلمة تقهى بمعنى سد الشهية. وفي مقولة تانية بتقول إن قهوة بتوازي في اللغة العربية قوة أو طاقة. أما بقى كافيه تشير لكلمة كافة، هي مملكة القرون الوسطى في إثيوبيا واللي تصدر منها نبات البن لشبه الجزيرة العربية. طب إيه سر ريحة القهوة؟ كل اللي بيحبوا القهوة وقعوا في حب ريحتها قبل طعمها. سر ريحة القهوة إن فيها أكتر من 1000 مركب عطري بيخليها من أجمل الروائح في العالم والأكثر جاذبية. القهوة دي مشروب عالمي بيتعمل من حبوب البن المحمصة، وحبوب البن دي بتنمو في منطقة اسمها حزام القهوة. المنطقة دي بيقع فيها الدول اللي ما بين مدار السرطان ومدار الجدي. أكتر الدول المنتجة للقهوة هي البرازيل، فيتنام، إثيوبيا، كولومبيا. شجرة البن بتاخد من 3 ل4 سنين علشان تنتج ثمرها، رغم إن هي حبوب لكن القهوة فاكهة. أيوة فاكهة، لأنها بتنمو في قلب ثمرة التوت المعروفة باسم كرز القهوة. وشجرة البن دي بتنتج أكتر من 120 نوع، لكن رغم كده مش منتشر في العالم غير نوعين بس، نوع اسمه أرابيكا وده 70% من إنتاج البن العالمي، طعمه بيبقى ناعم وحمضي، والنوع التاني اسمه روبوستا وده بيستخدم بنسبة 30% من إنتاج البن العالمي، بيكون طعمه أمر شوية وأكتر في الكافيين. حبوب البن دي قبل ما يتم اكتشافها كمشروب زمان قوي قوي قوي، القبائل الأفريقية الشرقية كانوا بيستخدموها كطعام، ما كانوش بياكلوا البن لوحده، كانوا بيطحنوا ثمرة التوت ياكلوها مع دهون الحيوانات كوجبة. ورغم ان في ناس كتير على فكرة مش بتحب القهوة، وفي ناس بتستبدل القهوة بالنسكافيه والكابتشينو وحاجات تانية، ورغم كده تالت اعلى استهلاك عالمي بعد المية والشاي هي القهوة، وتاني اعلى سلعة في التداول بعد البترول هي القهوة. في بقى معلومة مغلوطة يقولك كل ما البن يبقى غامق كل ما الكافيين يبقى اعلى. غلط، الصح ان كل ما البن يبقى فاتح كل ما الكافيين يبقى اعلى. بيقولك ان القهوة هي المصدر الاساسي للكافيين على مستوى العالم، ومادة الكافيين دي بتعمل ايه؟ بتزيد من انتباه المخ وبتقل الاحساس بالتعب وكمان بتزود التركيز. وفنجان القهوة الواحد بيحتوي على حوالي 95 مللي جرام من الكافيين. طب في قهوة من غير كافيين؟ اسمها قهوة خالية من الكافيين او ديكاف. طب والكافيين اللي فيها ده بيروح فين؟ الكافيين اللي كان فيها ده بيبيعوه لمصانع المشروبات الغازية او لشركات الادوية. ولو رايح تشتري كوباية قهوة خالية من الكافيين محتاج تعرف إن هي مش خالية تماما من الكافيين، بيبقى فيها كافيين بنسبة 0.03%. عايزة بقى أقولك إن في بلاد كتير القهوة مش مجرد مشروب، لأ دي تعتبر طقس اجتماعي. مثلا عند العرب هي رمز للكرم والضيافة، والقهوة مش مشروب عدى علينا كده وخلاص، ده احنا اخترعنا مكان اسمه القهوة عشان نقعد عليه ونشرب قهوة. وفي القرن ال17 وال18 في أوروبا القهاوي ما كانتش موجودة كده وخلاص، لأ دي كانت مركز للثقافة والفكر. أول مقهى اتسجل في التاريخ كان في القاهرة سنة 1554، وكان مكان بيلتقي فيه الأدباء والسياسيين والمفكرين. وفي القرن ال17 في أوروبا كانوا بيسموا القهوة مشروب الثورات، ليه؟ لأنها كانت بتساعد الناس على السهر والتفكير، وبالتالي كانوا بيحطوا خطط، وده هناك ساعد على انتشار الأفكار الجديدة. تعالى بقى أكلمك عن أغلى قهوة في العالم. في قهوة من إندونيسيا اسمها كوبي لواك، ودي بتستخرج من حيوان اسمه زباد النخيل. بعد ما بياكل حبوب البن ويهضمها جزئيا تتجمع وتتحمص وبيطلعوا منها أغلى بن على مستوى العالم. لا وكمان الكيلو منها بيتباع ب $500 ياه.
ورغم ان قلت لكم ان البرازيل اول دولة منتجة للقهوة في العالم، بس مش هي المستهلكة الاولى. المستهلك الاول للقهوة في العالم هي فنلندا، وده لان الناس هناك بتشرب القهوة بشراسة فظيعة، لدرجة ان معدل شرب القهوة في السنة للشخص 12 كيلو جرام، بيعادل حوالي 1680 كوباية قهوة للفرد في السنة. ده انا كده بقى جوزي يبقى من فنلندا، لانه اكتر حد في حياتي بشوفه بيشرب قهوة. البريطان بقى معروفين بايه؟ بالانجليش تي، الشاي بتاعهم لا يعلى عليه، ورغم كده بيستهلكوا كميات قهوه كبيره جدا. بيوصل استهلاك البريطانيين للقهوه لمعدل 95 مليون كوبايه قهوه في اليوم. طب لشرب القهوة فوائد كتيرة جدا. شرب القهوة مثلا بيزيد من مستويات الطاقة وبيقي من الأمراض زي مثلا مرض السكر من النوع التاني، ده غير ان هو بيقي من بعض أنواع السرطانات زي سرطان الفم والحلق. بيقي كمان من السكتات الدماغية، ومفيد جدا جدا للأشخاص الرياضية لأنها بتحفزهم وبتزيد عندهم النشاط. بس هنا أنا عايزة أقف وقفة. أيوة القهوة مفيدة جدا للرياضيين، بس مش للأطفال الرياضيين، لأن هي بتأثر على الجهاز العصبي. القهوة بتعتمد على إيه؟ نسبة الكافيين اللي فيها بتدخل المخ في حالة انتباه كبيرة ما يستحملوش الأطفال. ليه بقى أنا بقول كده؟ لما بروح مناسبات رياضية بلاقي أطفال صغيرة ماسكة فناجين قهوة. زي إيه؟ زي السباحة. بشوف سباحين كتير جدا عمر 11 و12 سنة ماسكين فناجين قهوة قبل سباقاتهم. كلنا نتمنى ان ولادنا يجيبوا ارقام كويسه ويلبسوا ميداليات، بس مش لدرجه ان احنا نيجي على صحتهم. فيبقى سباح او سباحه عندها 12 سنه، اعتقد انه لسه شويه عليها عن القهوه، وده رايي انا الشخصي. القهوه كمان بتحسن من الحاله المزاجيه، كمان بتساعد على تقليل الصداع. طيب ليها اثار جانبيه؟ طبعا ليها اثار جانبيه، بترفع من معدلات القلق والارق، ده غير ان كترها بيعمل مشاكل كتيره في الجهاز الهضمي. كل الدكاتره بينصحوا ان شرب القهوه مفيد وكل حاجه، بس بكميات معقوله، غير ان هي مش بيستحب شربها في النص التاني من اليوم عشان ما تاثرش على الجهاز العصبي والنوم عند الانسان. يعني كل حاجه عرفوها بالعقل، اشرب قهوه بس ما تكترش. طريقه عمل القهوه، في طرق كتيرة جدا لعمل القهوة. احنا في مصر مش بنعمل قهوة كده وخلاص، لا احنا نختلف عن الآخرين. عايز قهوة سرياوسي لو سمحت، وانا عايز زيادة، انا عايزها مظبوط، وانا عايزها مانو، انا بقى ادهاني سادة، وانا عايزها على الريحة. ايه كل ده؟ بيقولك بقى ان السرياوسي دي عبارة عن 3 معالق سكر لكل معلقة بن، والزيادة معلقتين سكر لكل معلقة بن. طب والقهوة المانو اهي دي بقى ما بين الزيادة والمظبوط، بيبقى سكرها اقل من الزياده شويه، يعني في حدود معلقه ونص سكر لكل معلقه بن. والقهوه المظبوطه هي دي بقى بتتعمل بمعلقه سكر مظبوطه، لا تزيد ولا تقل. انا عن نفسي بعملها وانا تحت ضغط فظيع عشان تطلع مظبوطه. عندنا قهوه على الريحه، ودي بقى سكرها بيبقى خفيف خالص، يعني حاجة بسيطة جدا كده. والقهوة السادة دي بقى ما بيبقاش فيها سكر خالص، والناس اللي بتحب القهوة بجد بيفضلوا السادة واللي على الريحة. ليه؟ عشان يحسوا بطعم البن ويستمتعوا بيه أكتر من السكر. لا احنا هنشرب قهوة على الأرض بس، اللي في الفضاء كمان يشربوها. وكالة ناسا عملت جهاز مخصوص لشرب القهوة في الفضاء، وأول فنجان اسبريسو اتشرب في الفضاء كان سنة 2015 اللي شربته رائدة الفضاء الإيطالية سامانثا كريستوفورتي. والجهاز اللي عملوه ده كان اسمه ISS بريسو. وكمان من محبين القهوة جدا في العالم بيتهوفن الملحن والمؤلف المشهور، وكان بيحب القهوة جدا لدرجة ان هو كان بيحب يحط في الكوب الواحد 60 حبة قهوة، وكان بيحب يعدهم حبة حبة. من الحكايات الغريبة كمان ان في تركيا زمان جدا كان في قانون كان بيدي الست الحق انها تطلب الطلاق لو جوزها مش بيوفر لها الكمية المطلوبة يوميا من القهوة. برضو من أغرب الحكايات، في السويد في القرن ال18 كان في ملك اسمه جاستف الثالث. الراجل ده كان شايف ان القهوة ضارة، فحب ان هو يعمل تجربة. سجن 2 وهما في السجن قعد يشرب واحد قهوة بكميات كبيرة قوي ويشرب التاني شاي، وفضل حابسهم على اساس ان هو يشوف على المدى الطويل ايه تأثير القهوة على الراجل اللي كان بيشرب قهوة وايه تأثير الشاي على الراجل اللي كان بيشرب شاي. عارفين ايه اللي حصل؟ العلماء اللي كانوا بيساعدوه في التجربة ماتوا قبل الراجلين، لا والمفاجأة ان الملك كمان مات، واللي بيشربوا القهوة والشاي فضلوا عايشين. فاكرين لما قلت لكم ان فنلندا هي اكتر استهلاك للقهوه على مستوى العالم؟ عندهم عاده غريبه جدا بقى، بيحبوا يشربوا القهوه مع قطعه جبنه جوه الكوبايه. والله ممكن نجربها، بس بلاش نجرب اللي بيعملوه في فيتنام. عندهم بيعملوا نوع من القهوه بصفار البيض والسكر، اهو ده ما يتجربش. في اليمن والحجاز كانوا بيستخدموا بقى حبوب البن على اساس انها نقود في التجاره، في المقايضه يعني. بصوا بقى القهوة والمصريين في العصر العثماني، القهوة اتمنعت في مصر أكتر من مرة، وده كان بسبب 3 أسباب: سبب ديني، سبب اقتصادي، وسبب سياسي. لما انتشرت القهوة في شبه الجزيرة العربية بدأ يحصل عليها جدل كبير. ليه؟ لأن هي بتصحصح الناس وبتعدل مزاجهم، فبدأوا يقولوا عليها مادة مسكرة، وبقى في عليها جدل كبير، والجدل ده وصل لمصر. ساعتها الحاكم العثماني أمر بمنع القهوة، بس ساعتها الناس تمسكت بالقهوة ورجع في قراره.
بعدها بفترة اتمنعت القهوة تاني في مصر. ليه؟ لأن كان استيراد القهوة بيجي من اليمن غالي جدا جدا. الحكومة العثمانية منعت المصريين من شرب القهوة، بس المصريين ما سكتوش، أصروا جدا على شرب القهوة. فساعتها الحكومة رجعت تاني شرب القهوة، بس فرضت ضرائب كبيرة على التجارة في حبوب البن. السبب السياسي بقى في عهد الوالي العثماني خابر بك. الراجل ده خاف من تجمعات المصريين على القهاوي، كانوا بيتجمعوا عشان يشربوا قهوة ويتسامروا مع بعض ويتجادلوا ويتناقشوا ويفتحوا مواضيع. خاف جدا من التجمعات دي وقال ان هي هتعمل فتنة وهتبدأ تقلب الشعب على الحكم، فأمر بمنع القهوة. المصريين يسكتوا، كانوا سكتوا المرتين اللي فاتوا، برضو ما سكتوش وقوموا الدنيا، والحكومة العثمانية رجعت في كلامها. أنا سبت ألذ حكاية عن القهوة للآخر. ما سألتوش نفسكوا ليه المشروب الأساسي في العزا هو القهوة السادة؟ يعني مثلا المصريين لو قدموا عصير كده فيه تقليل احترام أو حاجة. أنا بالنسبة لي فكرت في الموضوع ده كتير جدا زمان، لحد ما عرفت الإجابة وأنا بحضر الحلقة. زمان في القرن ال16 في مصر جه مفتي وحرم القهوة، وقال شرب القهوة حرام يا شعب مصر. ليه حرام يا سيدنا الشيخ؟ علشان هي مادة مسكرة. الكلام ده ما عجبش المصريين، خلاص بقى أدمنوا القهوة. ولا عجب التجار. نزلت الناس وعملت مظاهرات في الشوارع، وراحوا حوالين مسجد وعملوا مظاهرة كبيرة جدا كان فيها مؤيدي شرب القهوة والتجار، والتفوا حوالين المسجد وفضلوا واقفين. فحصل اشتباكات ما بين الحكومة والشعب، وإيه اللي حصل؟ واحد منهم اتصاب ومات. فشباب المظاهرة عملوا ايه؟ اعتصموا قدام المسجد وعملوا عزا كبير لصاحبهم اللي مات في المظاهرة، وقعدوا طول الوقت يقدموا في قهوة سادة اعتراضا على اللي حصل بسبب موت صاحبهم في مظاهرة ضد تحريم القهوة. ولما الكلام ده وصل للوالي العثماني عزل المفتي فورا من منصبه وعين مفتي جديد ولغى تحريم القهوة ورجعها للشعب اللي بيحبها. انا كده خلصت. كل 1 اكتوبر وانتوا طيبين، ما تكتروش في شرب القهوة. اشوفكم على خير، ما تنسوش اللايك والشير، ويا ريت لو تشتركوا في القناة. باي باي.